اوعى تشتري في مصر ايطاليا. الجملة دي بنسمعها كتير قوي وبتتردد كتير قوي. طيب، ليه ما نشتريش في مصر ايطاليا؟ تعالوا اقول لكم ليه. مصر ايطاليا عندها مشاكل مع ملاك جاردن ايد، وده حقيقي. طيب، هي ايه حقيقة المشاكل دي؟ حقيقة المشاكل دي ان العقود اللي اتكتبت وقتها كانت عقود على المشاع. يعني حضرتك لما اشتريت المحلات في جاردن ايد اشتريت على المشاع، ما اشتريتش مساحة محددة. وقتها كمان قالوا للملاك او للي بيشتروا احنا هنشطب وده هيتخصم من الايجار بعدين. طيب، ده تسبب في مشكلة ان الملاك لقوا ان هم عندهم محلات متأجرة بارقام كبيرة جدا، بس هم في الاخر بياخدوا ارقام ضعيفة قوي. هل ده ما يعتبرش غلطة؟ لا طبعا هو يعتبر غلطة، بس أنا شايفة إن دي كانت غلطة من الشركة أو من الإدارة اللي كانت في الوقت ده ماسكة شركة مصر إيطاليا، وغلطة كمان من اللي رضوا إن هم يشتروا على المشاع. الاستثمار العقاري كويس جدا جدا، بس إن أنت لازم تشتريه صح. طب إيه تاني مشكلة عند مصر إيطاليا؟ عندهم مشكلة مثلا إن هم متأخرين شوية في العاصمة ومتأخرين شوية في المستقبل سيتي. هو مين في مصر من الديفلوبر مش متأخر في تسليم مشاريع؟ ما اعتقدش فيه. خلاصة الكلام ان احنا عندنا مشاكل في مصر ايطاليا، بس انا شايفة ان مشاكلهم زي مشاكل شركات كتير قوي من الشركات المطورة اللي موجودة في السوق. في مشكلة تانية حصلت ان كانت في مشاكل ما بين آه الملاك بتوع الشركة نفسهم. مشاكل معينة أنا مش حابة أتكلم فيها، بس المشاكل دي اتحلت، واللي كان مسؤول عن المشاكل هو خلاص خرج أصلا من السجلات بتاعتها. طب احنا كده قلنا اللي حصل، المشاكل اللي حصلت. طيب، ما تيجوا كده نبص شوية على أرض الواقع ونبص على مشاريع مصر إيطاليا. أول حاجة، مصر إيطاليا معروفة إن هي بتسلم بكواليتي محترمة جدا في الإنشاءات، واللي مش مصدق كلامي يبص على جاردن إيه. وممكن كمان ننزل نبص على مشاريع العاصمة. الحقيقة هي بتسلم بكواليتي محترمة جدا جدا. مش بس بتسلم بكواليتي محترمة، لا كمان هي بتحافظ قوي على ماذا بعد. يعني بتحافظ قوي على الصيانة، اللي فيه كتير من الشركات المطورة ما بتحافظ على موضوع الصيانة. ممكن حضرتك تستلم المشروع حلو قوي، بس بعد كام سنة المشروع بيبدأ يتبهدل. بما اننا بقى في سيزون الصيف، خلونا نتكلم على سولاري. يعني انا شايفه ان سولاري هيكون من احلى المشاريع بجد اللي موجود في الساحل الشمالي. طيب بلاش اكون مبالغه قوي، خلينا نقول من ضمن احلى المشاريع، لان انا برضو في مشاريع تانية شايفه ان هي حلوه قوي في الساحل. الانشاءات في السولاري ماشيه بنمط عالي جدا، وده مش كلامي، ده كلام العملاء اللي راحوا سولاري من اكتر من اسبوعين لما الشركه عزمتهم على الفطار هناك. الحقيقة أنا عندي عملاء من العملاء دول وهم رجعوا مبسوطين جدا جدا. قالوا لي البحر حلو قوي، الشط رملي، الإنشاءات قوية جدا جدا، وعلى كلامهم إن في بنسبة كبيرة قوي إحنا ممكن نستلم قبل الميعاد. أنا مش بعمل الفيديو ده عشان أدافع عن مصر إيطاليا، أنا كده كده بشتغل على السوق كله. أنا بعمل الفيديو ده علشان أقول كلمة واحدة، إن الشركة عندها مشاكل، اه مش هنكر ده، بس هم بيحلوا المشاكل ده. بس اساس الشركه ان الكواليتي بتاعتها محترمه، وهي شركه قديمه في السوق وعندهم انشاءات حلوه جدا. فبلاش مشكله حصلت تخلينا نغض البصر عن ال الانشاءات المحترمه، الكواليتي اللي بيتحافظ عليه، المشاريع الكويسه جدا جدا بتاعتهم. انا واثقه ان مصر ايطاليا الفتره الجايه هيحاولوا يصالحوا الناس، هيحاولوا ان هما الصوره اللي اتهزت شويه يظبطوها اكتر. وحقيقي ده اللي بيحصل في سولاري. الانشاءات سريعه جدا جدا هناك، كواليتي الانشاءات محترمه قوي قوي. وبما انهم بيصالحوا الناس الفتره دي، فهم عاملين اوفر حلو قوي، عاملين زيرو داون بيمنت واقساط على 12 سنه. في سولاري الاسعار عندهم حلوه قوي. يعني مثلا هنلاقي ان الاوضتين عندهم اللي هي مثلا مساحتها حوالي 106 متر، بنتكلم في حوالي 12 مليون. فده رقم محترم جدا لما تقسطوا على 12 سنه بزيرو داون بيمنت. لو انت حابب ان انت تنتهز الفرصه دي
وتنتهز ان في اوفر محترم كده من شركة محترمة، ممكن تكلمني او تبعت لي رقمك وانا هكلمك. مش بس كده، انت لو حابب كمان على ارض الواقع تنزل تتفرج على انشاءات في سولاري، انا هنزلك بنفسي. كلمني لو محتاج اي تفاصيل، كلمني لو عايز ان انا اشرح لك اكتر اللي حصل مع مصر ايطاليا واللي بيحصل حاليا. كلمني لو عايز تنتهز فرصة الاوفر الموجود حاليا.